بعد ما تألق في المباراة الأولى مع منتخب أنجولا وحصل على ضربة جزاء وبعدين سجلها، طلع رئيس ناديه وطلب فيه 5 مليون دولار. فبدل ما يسكت بقى يروح يسجل في المباراة الثالثة على طول الهدف الثاني. وما اكتفاش بكده، لا النهارده في مباراة دور ال16 بيسجل هدف عالمي من ار2 في مهارة كبيرة جدا، عشان نشوف هيطلب فيه كام بعد الهدف ده وربنا يستر. مابولولو لاعب كبير وصاحب امكانيات عالية بشكل جنوني. مابولولو قبل ما يجي الدوري المصري ونادي الاتحاد لعب في عدة أندية وكان بيسجل أهداف خارقة، أهداف عالمية حرفيا، ومعدل تهديفي عالي جدا. يعني مثلا في 2019 مع أول أغسطس الإنجولي لعب 30 مباراة سجل 16 هدف وتألق بشكل غير طبيعي. لاعب مهاري جدا ومش بيقف في مركزه ويستنى العرضيات او الفرص، لا هو لاعب متحرك بشكل مذهل، بيخرج كتير ويستلم ويعدي. يعني لاعب بيعتمد على نفسه وبيساعد الفريق بشكل قوي جدا. مابولولو عنده 30 سنة وطوله 178 سنتي، ولكن بيمتلك جامب عالي جدا 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 وارتقاء مميز وصاحب لمسة سحرية في انهاء الهجمات. فممكن تلاقيه بيسجل بالشكل ده او بالشكل ده. مابولولو بعد ما تألق مع أول أغسطس راح على طول الاتحاد السكندري متعاقد معاه ب100,000 يورو. متخيل الرقم عامل ازاي؟ مقارنة بقى بالأسماء والأرقام اللي بيدفعوها الأهلي والزمالك في بعض اللاعبين. وبعد أول موسم مع الاتحاد مابولولو ياخد هداف الدوري المصري ويصبح المهاجم الأهم والأخطر في الدوري المصري. وفي الموسم الحالي يسجل مع الاتحاد 7 أهداف ويصنع هدف وحيد من أصل 10 تسديدات فقط على المرمى، بمعدل تهديفي ودقة تسديد مرعبة ما شاء الله. بس طبعا ده كده لاعب مميز المفروض، بس عندنا في مصر لا، ما يقدرش يلعب للاهلي ولا الزمالك لان اللعب ليهم مختلف، ما تعرفش ازاي، بس اهو اي حجة والسلام. عشان مابولولو يلعب في البطولة الاكبر والاهم في افريقيا، بطولة الامم الافريقية، بطولة كلها محترفين على اعلى مستوى، ويخطف منهم الاضواء بتسجيله 3 اهداف حتى الان. ويا عالم هيوصل لفين بعد كده. فاكتب لي رأيك في الكومنتات، هل فعلا مابولولو كان يستحق يلعب في نادي اكبر من الاتحاد السكندري، نادي بيشارك في افريقيا باستمرار زي الاهلي والزمالك مثلا، ولا لا؟ ما تنساش بقى لايك وشير الفيديو عشان يوصل لغيرك، واشوفك في فيديو جديد وقصة جديدة. سلام.